التفاح لما بيتعرض للهواء بلاقي إن لونه بيتغير لبني، في حين لو عرضت الليمون برضه للهواء لونه مش بيتغير خالص. الإجابة هنا بسيطة جدا، هي الأكسيديشن أو زي ما احنا بنقول الأكسدة. في الحالة الأولى لما أجيب تفاحة وأقسمها نصين وأعرضها للهواء، هنا بعرض التفاح للأكسجين وبالتالي اللون بتاعه متغير. في الحالة التانية لما أجيب ليمونة وأقطعها نصين وأعرضها برضه للهواء وتتعرض برضه للأكسجين، هنا بقى لونها مش بيتغير. وهنا السبب حاجة بسيطة جدا، هي الأنتي أوكسيدانت. احنا عارفين كلنا إن الليمون بيحتوي على فيتامين سي. الفيتامين سي ده يعتبر من الانتي اوكسيدانت وبالتالي اللون بتاعه مش بيتغير. من الجزء اللي فات ده نقدر نستنتج تعريف الاكسيديشن. التعريف القديم للاكسيديشن هو اضافه اكسجين لاي مركب، لكن دلوقتي التعريف بقى اشمل، بيشمل التفاعلات اللي بيحصل فيها فقد الالكترونات بغض النظر عن وجود اكسجين او مش موجود. نتكلم بقى دلوقتي عن اهم مضادات الاكسده اللي اقدر استخدمها في المنتج بتاعي اللي بيحتوي على زيوت طبيعيه. اول ماده معايا هي البي اتش تي. البي اتش تي اختصار للبيوتايل هيدروكسي تولوين. البي اتش تي مشتق من الفينول وليه خواص مضاده للاكسده، عشان كده بقدر استخدمه في المنتجات بتاعتي بحيث ان انا اقدر احافظ على المنتج بتاعي لفتره طويله من غير ما لونه يغير او ريحته تتغير، وبالتالي المنتج يفضل ثابت معايا. البي اتش تي فيه ميزه كويسه جدا، وهو انه بيستحمل درجات الحراره العاليه. بقدر استخدم البي اتش تي بنسب من اول 5 من 1000 لحد حوالي نص في المية. البي اتش تي مش بيدوب في الميه ولكن بيدوب في الزيوت. تاني ماده اقدر استخدمها كمانع تاكسد هي الفيتامين اي او زي ما بنقول التوكوفرول. الفيتامين اي لونه اصفر باهت الى حد ما وشكله لازق شويه، طبعا مش بيستحمل درجات الحراره عاليه زي البي اتش تي، علشان كده بضيفه تحت درجه حراره 40. طبعا الفيتامين اي برضو مش بيدوب في الميه ولكن بيدوب في الزيوت. نهايه الحلقه لو عندك اي سؤال تقدر تسيبه في الكومنتات وان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت. متنساش تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.